كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد البنيه وواحد الدري صغير مسافرين مع الوالد ديالهم في واحد السفينه، وطلبوا منه يعاود لهم شي قصه يقرطوا بها الوقت. تما فين بدا كيعاود لهم على القصه الاسطوريه اللي كنعرفوها اغلبيتنا، البطل ديالها علاء الدين مع المصباح السحري اللي كان في واحد الكهف. علاء الدين كان عايش في بغداد ومعروف عليه يدو خفيفه، يعني زرام، ولكن كان ظريف وكيعاون الناس المحتاجين. وهذا القرد ديالو اللي سميتو ابو هو اللي كان كيعاونو في تزرام البساطم. في واحد العشيه خارج كيف ديما كيزرم في السويقه، وهي تبان له واحد خيتي في سيسرو بياسه كتعطي لواحد البراش الخبز. دابز معاه مول الخبز وقال لها خلصيني في داك الخبز، وهي تقول له راني ما هزاش معايا البسطام. شطق عليها وحيد لها الدمليج ديال الذهب. تما فين جا علاء الدين وقال لها غير عطيه ليها انا غنردو لك، وهي تاقت فيه، عطاوه الدمليج جرا ومشاو في حالاتهم. تما فين خونا مول الخبز ضرب يدو للجيب وما لقاش الدمليج. علاء الدين كان دار خدمته ودار له الرا والداو. المهم تبعوه هو والحراس ديالو، ولكن بكل سهوله علاء الدين قدر يهرب وما شدوش. تما فين علاء الدين بقى هارب هو وداك خيتي والحراس ديالهم تابعينهم. وهنا كنشوفوا جعفر الوزير الملك اللي كان كيقلب على شي واحد باش يدخلوا الكهف مسحور ويجيب ليه المصباح السحري. جعفر كان كيقلب وما لقاش وتعصب على الحراس ديالو. ودابا رجعوا لعلاء الدين اللي خدا البنت للبلاصه اللي عايش فيها، وهي شكراتو حيت عاونها تهرب منهم، وعجبها بزاف المنظر من هذيك البلاصه. بداو كيتعارفوا وقالت له سميتي سليمه، وهو يقول لها باينه انت عايشه في القصر الملكي. اختنا تفاجات كيفاش عرف سما، قال لها الدمليج اللي كنتي دايره ما يقد حد يشريه من غير اللي عايش في القصر. المهم بداو كيتعارفوا بيناتهم، وقالت له انا سميتي سليمه وكذا، وهو قال له انا علاء الدين. هنا في شافت الموكب الامير ياسين وكان جاي باش يخطب الاميره سليمه. تما فين قالت له خاصني ضروري نرجع للقصر. المهم فجأة كانت غاديه في حالاتها، بغات تاخذ الدمليج من عنده، فبدا كيقلب وما لقاش. هي تعصبات حيت حسابها سرقه، وهاد الدمليج كيعني ليها بزاف حيت ذكرى من ماماها. المهم تما فين رجع علاء الدين لدارو ولقى القرد هو اللي سرق هذاك الدمليج. تعصب عليه وقال له كاينين شي مواقف ما خصناش نسرقوا فيهم. وهنا كنشوفوا سليمه داخله ورفضت تزوج بالامير ياسين حيت هي كانت باغا تولي ملكه تما اميره في داك المملكه. جعفر مشى عند الملك وقال له خاصنا نغزيو شي مدينه، ولكن الملك ما بغاش ورفض. تما فين تعصب جعفر وبغى يسيطر على الملك. تما فين دخلت عليهم الاميره وقال لها الملك اللي هو باها بغيت كيتزوجي ونرتاح عليك، ولكن هي الحلم ديالها تولي ملكه وتحمي المدينه ديالهم. هنا تدخل جعفر بيناتهم وخلى الملك يتعصب عليها. تما فين خرجت الاميره بحالها. هنا كنشوفوا علاء الدين اللي كيحاول يدخل للقصر باش يرجع للاميره دمليشه، وغير دخل شافوا الببغاء ديال جعفر فطار للبلاصه وقالها جعفر واحد الشفار راه دخل للقصر. تما فين علاء الدين قدر يوصل لبيت الاميره وهي تصدمات كيفاش قدر يوصل ليها. المهم تما فين رجع ليها الدمليج وخدا ليها المقبض ديال شعرها وقال لها تسنيني غادي نرجعو عليك. المهم هي عجبها الحال وتا هو كذلك، وغير خرج من عندها تلاقاو ليه الحراس ديال القصر فشدوه وداوه لواحد الصحراء، فتحوا ليه عينيه ولقى قدامه جعفر. علاء الدين تصدم. تما فين قال له جعفر الا كنتي كتبغي الاميره وبغيتي حتى هي تبغيك خاصك تكون في المستوى ديالها وتكون عندك الفلوس، وهذا الشيء ممكن تحققه ولكن بشرط واحد. كاين واحد الشرط خاصك تطبقه، ديك الساعه غترجع في المستوى ديالها، هو تدخل لهاد الكهف ديال العجائب وتجيب ليا المصباح السحري. علاء الدين وافق. وصل الليل وجا الوقت ديال المهمه. جعفر قال له كاين شرط واحد اخر، ملي تدخل ما تاخذ حتى شي حاجه من هاد الكهف من غير المصباح السحري. المهم علاء الدين دخل مع القرد ديالو ولقاو واحد الصربيه حيد عليها واحد الحجره باش تقدر تطير، وبدا كيقلب على المصباح. القرد ديالو قاس واحد الحجره حمراء واللي ما كانش خاصو يقيسها. المهم هنا الكهف بدا كيريب وبدا كيطلع منه بركان. جات هذيك الزربيه وطلعت علاء الدين من تما، وهو طلب جعفر باش يعاونو، ولكن جعفر قال له اعطيني المصباح هو الاول، وغير عطاه ليه غدر به وطيحه من تما. ولكن لحسن حظه تلاقات ليه الزربيه وعتقاتو، وغير نزل جا عنده القرد ديالو جاب معاه المصباح اللي سرقوه من جعفر بلا ما يحس. تما فين طلع له جني من هذاك المصباح وقال له عندك الحق تتمنى 3 الامنيات، وفوقاش ما تبغي تتمنى شي وحده حك المصباح، ولكن ما يتمناش شي حد يبغيه ولا شي حد يرجع من الموت. علاء الدين قال له بغيت نخرج من هذا الكهف، وفي ثواني قليله حق الامنيه ديالو. خرجوا وجلسوا كيهضروا
وعلاء الدين سول الجني وقال له الا خرج لك شي جن انت شنو غتكون الامنيه ديالك؟ قال له انا غادي نتمنى نكون حر ونرجع انسان حر، ولكن هذا الشيء ما غاديش يوقع، حيت خص شي واحد يتخلى على الامنيه من الاماني ديالو باش نولي انسان حر. المهم علاء الدين وعدو باللي غادي يعطيه امنيه من الاماني ديالو وغادي يتمنى ليه ويرجع انسان حر. الجني قال له باللي راه خسر امنيه ودابا بقاو له غير جوج. المهم علاء الدين تصرف بذكاء وقال له انا راني ما حكيتش داك الامنيه الاولى للمصباح. الجني عرف راسو مع واحد ذكي وقال له غادي نرد البال منك المره الجايه. علاء الدين قال له باللي كنبغي واحد الاميره وخاصني حتى انا نكون امير باش نقدر نوصل ليها، وفي البلاصه حقق له الامنيه ديالو وسماه الامير ناصر الدين ودار له حفل كبير قدام القصر. هو دخل عند الاميره سليمه باش يتقدم ليها، ولكن الاميره ما قبلاتش، مشات وخلاتو كيهضر تما. المهم تما فين دق الملك وقال له يرجع يدوي معاها في الحفله اللي غتكون بالليل. علاء الدين وجد راسو للحفله وغير جاب دا كيهضر مع جعفر، ولكن لاحظ باللي ما عرفوش كاع. تما عرف باللي السحر اللي داروا له الجني كيخلي الناس ما تبقاش تعرفو، بحال الا اول مره يشوفوه. الجني جرو من حداه وقال له باللي هاد السيد راه ما مزيانش ما خصكش توقف معاه. علاء الدين مشى عند الاميره وحاول يخليها تنتبه ليه وبدا كيرقص ليها، والجني كيعاونو، ولكن هي مازال مقلقه ومشات وخلاتو. الجني مشى عند المساعده الاميره وعطاها الورد وعرض عليها يتمشاو شويه ومشات معاه. هنا علاء الدين طلع للبالكون عند الاميره واعتذر ليها وقال لها بلي ما كانش قاصد يقلقها، وهي قالت ليه يوريه المملكه ديالو في الخريطه، حيت هي تقلب عليها وما لقاتهاش. المهم تما فين علاء الدين شد الخريطه والجني قدر يرسم ليه المملكه بلا ما تحس وراها ليها، ومن بعد عرض عليها تخرج معاه من القصر وهي قالت ليه مستحيل وهي ديما محبوسه هنا. قال لها غير تبعيني ما تخافيش. المهم تما فين وقف على البالكو جات عنده الزربيه وطلعوا عليها وبعدوا على القصر وبداو كيهضروا. قالت ليه انا عارفك باللي انت هو علاء الدين، وقال لا انا الامير ناصر الدين وغير تنكرت في علاء الدين باش نكتشف المدينه، واكيد الاميره تيقاتو. رجعوا للقصر وفاش نزلوا كان الباب باغا حاطي ومشاو وصلها لجعفر، وفي البلاصه جاو شدوه. المهم ربطوه على الكرسي منو للسرجم وجعفر قال له راني عارفك انت هو علاء الدين ماشي الامير ناصر الدين. علاء الدين حاول بكاع الطرق يقول له باللي هو الامير ولكن ما تاقش فيه، وقال له جعفر صافي انا غادي نرميك في البحر الا متي راك انت هو الامير ناصر الدين، ولا ما متيش راك انت هو علاء الدين. رماه وطاح في البحر. القرد ديالو مشى جاب له الزربيه والمصباح ولكن ما قدرش يوصل ليه وغيب، وفي اخر لحظه قدر يقيس المصباح قبل ما يغيب في خطره. خرج الجني ولقاه طايح وما قدر يدير والو حيت ضروري علاء الدين هو اللي يتمنى. جبد ورقه وخلى علاء الدين يسيني على الاتفاقيه وقدر اخيرا يعتقو. وغير فاق قال الجني باللي غادي ينقذ الملك من داكشي اللي باغي جعفر يديرو. في هاد اللحظه قال لهم جعفر باللي الامير ناصر هرب وتخلى على الاميره. تما فين علاء الدين جا وقال لهم باللي جعفر لاحو في البحر، وزاد قال ليه باللي باغي ياخذ منكم المملكه ويغدركم. هنايا جعفر حاول ياثر على الملك بلاصه السحريه في حيث فيها واحد السحر كيقدر يتحكم في الافكار ديال الواحد. الملك بدا كيتاثر وحتى قدر يتحكم بالملك. تما فين عاق به علاء الدين وخدا من عنده العصا وهرسها ليه، وفي البلاصه السحر ديالها مشى. الملك امر باش يشدو جعفر في الحبس ولكن الببغاء ديالو جاب له السارود الحبس. وهنا كنشوفوا الملك والاميره والامير ناصر الدين جالسين كيهضروا. الملك قال له باللي موافق على الزواج ديالهم. الجني وعلاء الدين كانوا كيهضروا، قال له باللي غادي يكمل في الكذبه وما يقولوش للاميره على حقيقته. الجني حاول يقنعه باللي ماشي هذا هو التصرف الصحيح، ولكن علاء الدين ما اقتنعش وقال له انت همك غير الامنيه الاخيره باش تحرر. تقلق منه الجني ودخل المصباح. علاء الدين تعصب وهبط للسوق. جعفر قدر يهرب من الحبس وقدر يسرق من علاء الدين المصباح وحكو. نجيو للقصر اللي دخل ليه جعفر ومشى للبلاصه ديال الملك. حك المصباح وتمنى يكون هو الملك ديال المدينه، وفي البلاصه تحققت الامنيه ديالو قدام كل شيء، وامر باش تحبس الملكه وهما غاديين بها. قالت لرئيس الحرس بلي هادشي اللي كديروا فيه غادي يدمر المدينه. فدار لجهة جعفر فكان باغي ينقلب عليه، ولكن جعفر خدم الأمنية الثانية باش يولي أقوى ساحر في الكون وقدر يغبر كاع الحراس من قدامه. جاب علاء الدين وقال لها
الامير ديالك طلع شفار، اكيد هي تعصبات عليه بزاف. وهنا جعفر نفع علاء الدين والقرد ديالو البلاصه اللي بعيده بزاف وكلها الثلج. علاء الدين كيحاول يقاوم ويعيش، والجني صيفط تربيه لعلاء الدين باش تعتقو من داك الثلج. جعفر دار السحر على الملك وخلاه يمرض، داك الساعة شرط على الأميرة توافق تزوج ولا بغات تنقض باها، أكيد هي وافقت. وفاش كانوا في المراسم ديال الزواج جا علاء الدين بالصربية والأميرة سرقات المصباح كان جعفر، ونقزات عند علاء الدين وهربوا. تبعهم الببغاء اللي قدر جعفر يحولو لطائر مفترس وقدر ياخد منهم المصباح وردو لجعفر. جابهم للقصر وسيطر عليهم وعلقهم. علاء الدين بدا كيستفز فيه وقال له بلي هادشي اللي عنده دابا ماشي اعظم قوه، حيت اللي كيحقق ليه هادشي هو اللي عنده اعظم قوه. وبكثرة ما تعصب جعفر طلب اخر امنيه من الجني باللي هي يعطيه اعظم قوه في الكون. فاش حقق له الامنيه جعفر ولا جني بحاله وتحبس في المصباح. الجني خدا المصباح ولاحو بعيد بزايد شير به. المهم هنا غبر السحر وكل شيء رجع لطبيعته. علاء الدين خدا المصباح وقال له الجني بقات عندك امنيه وحده وانا قادر نخليك اغنى واحد، ولكن وقع اللي ما كانش متوقع، حيت علاء الدين تمنى الجني يتحرر ويعيش، وغير تحول تما مشى خطب البنت اللي كيبغي واللي هي المساعده الاميره علاء الدين. طلب السماحة من الملك حيت كذب عليهم ومشى بحالو. الملك قال للأميرة صافي أخيرا تحقق حلمك وليتي ملكة، ودابا يمكن لك تبدلي القوانين وتزوجي الشاب اللي كتبغي كيف ما كان. وغير خرج علاء الدين من القصر تبعاتو الأميرة سليمة كتجري وقالتلو موافقة نتزوجو، وقدروا يتزوجوا بربعة. علاء الدين تزوج بالأميرة والجني تزوج بالمساعدة ديالها. وهذه كانت دير مينيز ديال هذا الفيلم. المهم نتمنى يكون عجبكم الملخص، وما تنساوش تجمجموها والبارطاج والكومونتيرات، وان شاء الله جايين تلخيصات جدادين وقصص وداكشي متنوع. السلام عليكم.